عبر الهاتف النائب سيزار أبي خليل عضو تكتل لبنان القوي. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. هل ينجح براك بمهمته الدبلوماسية أم تتنصل تل أبيب من التوقيع على الورقة برأيك؟ هيدا سؤال يعني تبصر في المستقبل. يعني كيف تتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي؟ هل من خطوة مقابل خطوة كما تتوقع الحكومة اللبنانية؟ أنا بتمنى أنه يكون في حل دبلوماسي بيحفظ حقوق لبنان وأمن اللبنانيين ومصالحهم، بس أنا ما بقدر أضمن أو ما بقدر جاوب على مدى نجاح أي فريق بمهامه. هذا بصير نوع من التكهن للمستقبل. هلا طبيعي طرح الخطوة فخطوة هو يوجد حل ويوجد ثغرة إذا بدك بجدار إذا بدك التصلب اللي كان حاصل، وهذا أمر يعني بيشجع على أنه نقدر نوصل إلى خواتيم جيدة، أكان بموضوع حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وبأمرة الدولة اللبنانية، أو أكان بموضوع الانسحاب الإسرائيلي من النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، أو وقف الاعتداءات اليومية اللي عم بتقوم فيها إسرائيل على الأراضي اللبنانية. نعم، هناك ترقب لخطة الجيش التطبيقية. هل برأيك ممكن للجيش أن ينجز هذه الخطة من دون الحصول على إجماع سياسي أو بالأحرى غطاء كامل؟ أكيد لا. الضروري هو الغطاء السياسي من الحكومة اللبنانية. القرار السياسي هو مسؤولية الحكومة اللبنانية وليس مسؤولية الجيش اللبناني. الجيش ومثل ما حطيتيها بشكل جيد جدا عليه يعمل خطة تطبيقية، الخطة الإجرائية على الجيش. أما الاستراتيجية السياسية والقرار السياسي هو مسؤولية السلطة السياسية، ولا يمكن رمي هذا الأمر على الجيش اللبناني. إذا كانت سلطة عاجزة مش قادرة تاخذ القرار السياسي، ما فيها تهرب إلى الأمام ورمي الأمر عند الجيش اللبناني دون قرار سياسي، لأنه هذا بيكون استرجاع لسيناريو سنة ال 75 عندما رمي الأمر على الجيش اللبناني وسبب كل اللي سبب فيه بغياب القرار السياسي. هيدي السلطة هي مسؤولة اليوم. هيدي السلطة يلي تكونت منذ بداية هيدي السنة ببرنامج محدد ارتضت تحمل هيدي المسؤولية، بدها تتحمل المسؤولية إلى الآخر، وما فيها ترمي الموضوع السياسي على الجيش اللبناني. الجيش اللبناني دوره معروف شو هو. أكيد حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني هو المؤسسة التي تتمتع بثقة كل اللبنانيين، إنما عليها الخطة الإجرائية التنفيذية التطبيقية مثل ما قلتي، وليس عليها الموضوع السياسي. القرار السياسي هو عند السلطة السياسية، بدها تتحلى بالجرأة، بدها تتحلى بالمسؤولية، وبدها تكون أنت. نعم أستاذ سيزار، التعويل على الرئيس بري اليوم برأيك سينجح كعراب لهذه التسوية؟ يعني أنا بتمنى مرة ثانية، ما بقدر صادر على المستقبل، ما بقدر اتكهن بخواتيم الامور يلي عم بيقوم فيها غيري بقرار من عنده وبعوامل هو بيعملها، هو بيعرفها وهو بيقدرها. انما انا اللي بتمنى انه تكون الخواتيم جيده للبنان، نقدر نحفظ امننا واستقرارنا ومصالح شعبنا كلبنانيين، نقدر ننهي الاحتلال الاسرائيلي لجزء من بلدنا، نقدر ننهي الاعتداءات الاسرائيليه اليوميه على بلدنا، ونقدر اكيد نوصل لحصريه السلاح بيد الدوله اللبنانيه. هيدا الامر الهدف يلي نحن بنتمنى نوصل له. هلا نعم. هلا التقدير والتكهن بماذا سيفعل الاخرين ومدى نجاحهم بنواياهم، هيدا امر يعني يتعدى قدرتي على استشراف. مع الجميع اليوم في حالة ترقب، يعني
ما عنا الا انه نتكهن شو ممكن يصير، شو هي السيناريوهات المطروحة. خلينا ننتقل لموضوع ثاني. هناك شكوى قضائية ضد الشيخ نعيم قاسم اليوم بعد التصريحات الأخيرة اللي اعتبرت تحريض على السلم الأهلي أو على الحرب الأهلية. شو موقف التيار الوطني الحر؟ هلا شكوى قضائية القضاء بينظر فيها، مش أنا كسلطة تشريعية بنظر فيها، بس هيك نزق بالشكاوى القضائية. أكيد بيفتح المجال لشكاوى قضائية كثير بحق من يستجلب التدخل الخارجي على لبنان أو ضد جزء من اللبنانيين، أكان اللي عم يستجلب التدخل السوري بلبنان أو اللي عم بيهدد بالتدخل الإسرائيلي أو بالعصا او باي عصا اقليميه او دوليه. ما كمان هيدا امر ممكن يروح بشكاوى قانونيه. الشكوى القانونيه هي امام القضاء، القضاء هو بيقول رايه فيها مش انا. انا بحكي بالمبدا السياسي، انا بحكي بالموضوع السياسي. انا موقفنا نحن معروف شو هو، نحن مع تحييد لبنان عن المحاور. نحن موقفنا بحصرية السلاح و بأمرة الدولة اللبنانية، إنما موقفنا ضد الحرب الأهلية. نحن ضد التحريض أو ضد التهديد بالحرب الأهلية، وهذا أمر كنا أول من رفض وطلع بالإعلام ضده. إنما نحن كمان مع ضد تهديد أي طرف آخر بأي عصا إقليمية أو دولية ضد استجلاب التدخل الخارجي، أكان سوري أو إسرائيلي أو أمريكي أو إيراني أو سعودي أو شو ما كان. نحن ضد التدخل الخارجي، وكل واحد بيدعي لأي أمر من هالأمور هيدي ساعتها بكون بذات الموقف أمام الشكاوى القضائية. كنت عم تحكي حضرتك عن تحييد لبنان. هل يمكن لنا كبلد صغير أن ننعم بالسلام والازدهار ونحن بين الصراعات الإقليمية بين من يريد سوريا الكبرى ومن يريد إسرائيل الكبرى؟ كيف يمكن للبنان أن يكون محايد أو تحييده؟ هلا كلمة تحييد يعني معلش، نحن وي منتدد مثل ما بيقولوا. نحن لما كانوا يطالبوا بالحياد كنا نقول لهم الحياد هو حالة قانونية مش بس انت بتعلنها، بدك تعترف لك فيها الدول الاخرى. اما التحييد هو اداء انت فيك تعمله، تحيد نفسك عن الصراعات اللي ما لك دخل فيها، الصراعات اللي ما عندك نفع منها او اللي ما عندك مصلحة فيها، تحيد نفسك عن المحاور الاقليمية والدولية. هيدا الامر هيك بتحمي نفسك. وهون السؤال بيرجع بينطرح عن غولات المطالبه بالحياد بهداك الوقت، بس تغيرت الرياح الاقليميه وين صار طلب الحياد. اما الحياد بيكون هو عن جهه معينه، يعني في فريق لما بيكون الهوى شرقي بده يحيد حاله عن الهوى الشرقي، والفريق الثاني بصير بده يحيد حاله لما بصير الهوى غربي. بقى المطلوب التحييد من الجميع، أكانت الرياح الإقليمية متجهة مع الغرب أو أكانت متجهة مع الشرق. هلا بموضوع المطالبة بسوريا الكبرى، وأكيد في لبنانيين بلشوا يحجوا على عند النظام الجديد بسوريا، أو المطالبة بإسرائيل الكبرى، وفي بعض اللبنانيين يتماشون ويتماهون مع المخططات الإسرائيلية. نحن كتيار وطني حر قلناها ومكررها، نحن مع لبنان الكبير. لبنان الكبير يلي هو كان قبل سوريا وقبل إسرائيل، ونحن أكيدين إنه رح يستمر بعد. حتى نقدر نحافظ على لبنان بحدوده، على لبنان الكبير بحدوده، يجب تحييد البلد عن هيدي الصراعات الإقليمية والدولية. ما لازم يكون في عنا إلا مصلحة البلد أمامنا. لازم يفكوا البعض، لأنه نحن أنا كنت أقول قدام الإعلام نحن التيار الوطني الحر لربما الحالة اللبنانية الصرف الوحيدة على الساحة السياسية اللبنانية، لأنه أنا ما بحب التعميم. إنما الممارسة من أول هالسنة لليوم
اكدت لي صرت اقولها بكل فخر، نحن الحيله اللبنانيه الطرف الوحيد على الساحه اللبنانيه، لذلك الامر ادعو على الاطراف الاخرى حتى تفك ارتباطاتها يلي بتتعدى المصلحه اللبنانيه. العماد عون الجنرال ميشيل عون كان على طول يقول لنا فخامه الرئيس انه كونوا بعدا لبنانيا في الخارج وليس بعدا خارجيا في لبنان. هيدي بتتكرر بكل زمان وبكل مكان وبكل اوان. بندعي الجميع يكونوا ابعاد لبنانيه بالخارج وليس ابعاد خارجيه في لبنان. هيدي الطريقه يلي بنقدر نحفظ بلدنا لبنان الكبير يلي هو كبير مش بمساحته، كبير برسالته، كبير باهله، كبير بانتشاره على كافه القارات، كبير بطاقاته اللبنانيه والانسانيه. نحن بنقدر نحفظه لما بنحيد نفسنا عن الصراعات يلي لا دخل لنا ولا مصلحه لنا. نعم. سعادتك بالنسبه لملف مكافحه الفساد، الرئيس يقول اليوم ان لا غطاء على احد. هل برأيك ممكن استئصال الفساد المتجذر بالدولة اللبنانية؟ هلا بداية أنا ما عندي شك بنية فخامة الرئيس بمحاربة الفساد، وما في يكون إلا هيك لما حدا بيكون جاي من مدرسة أكيد مؤسسة العماد ميشيل عون. انما محاربه الفساد بدها قضاء، بدها اجهزه، بدها حكومه ناويه على تفكيك المنظومات المصلحيه. يعني اليوم توقيف سمسار بالدوائر العقاريه او بالنافعه قبض $100 طبيعي لازم يتوقف، بس مش هيدا بيكون تفكيك منظومه الفساد اللي صارت مأسسه بلبنان، يلي راكبه على يلي شبكه هيدي المصالح هي راكبه على شبكه سياسيه، راكبه بدورها على شبكه طائفيه مدعمه بمنظومه مصرفيه في لتفكيك هيدي المنظومه كلها. بدها تضافر كل الجهات، بدها حكومه حقيقه ناويه على تفكيك المنظومات المصلحيه، بدك قضاء بده يروح على شغل جدي مش على مطارده ساحرات ويتش هانتنج بموضوع الفساد. هيك بنقدر واكيد بنقدر هيك نستأصل الفساد من نعم. استاذ سيزار، من لبنان. بتكتل التيار الوطني الحر كنتوا حاملين رايه مكافحه الفساد، كيف عم بتشوف الخطوات يلي عم بيقوم فيها العهد لمكافحه الجريمه والفساد؟ مرة ثانية فخامة الرئيس العماد ميشيل عون أحال عشرات الملفات إلى القضاء مدعمة بالمستندات، ومش كلها وصلت لخواتيمها، وفي البعض منها لا يزال بالأدراج. موضوع التدقيق الجنائي يلي بيحاكي أكبر سرقة بالعصر، يلي هي سرقة ودايع اللبنانيين، يلي هي هيدي البونزي سكيم اللي ركب على مدى 30 سنة من بعد الطائف إلى الانهيار يلي حصل. كمان اليوم متوقف التدقيق الجنائي. هيدي مهمة لازم تستكمل. لذلك الأمر أنا عم أقول إنه هي مش بنية، لا تكفي فقط نية رئيس الجمهورية، بدي تضافر كل القوى، لأنه اليوم السلطة الإجرائية هي بمجلس الوزراء. لما مجلس الوزراء بيهمل التدقيق الجنائي أو بيهمل إعطاء المعلومات لا شركة التدقيق، أو بيوقف لها إذا بدك دفعاتها حتى توقف شغل، هيدا أمر كله قد ما يكون في نية صافية عند بعض المسؤولين، هذا الأمر ما بيترجم بالآخر بنتيجة إيجابية بتؤدي إلى تفكيك هيدي المنظومة. نعم. لذلك الأمر محاربة الفساد مرة ثانية بدها يعني فخامة الرئيس العماد ميشيل عون
على طول بكرر انه نحن بنقدر نحارب الفساد لما جمهور الاصلاح بصير اكبر من جمهور الفساد. لما في جمهور الفساد هو جمهور المستفيدين من الحالة القائمة، لما بيكون في جمهور كبير مستفيد من الحالة القائمة بيصعب على البلد انه يقدر ينتقل لمرحلة جديدة بتكون خالية من الفساد او خالية من هالمنظومة يلي متحكمة اليوم بمفاصل كثير كبيرة بالدولة حتى تقدر تأمن مصالحها. واكيد مثل الطي بطوائفها، مثل الطي باحزاب، مثل الطي بطوائف، ومدعمة اكيد بمنظومة اقتصادية ومالية. نعم، شكرا لاتصالك النائب سيزار أبي خليل عضو تكتل لبنان القوي. مشاهدينا إلى اللقاء.